في سفر أعمال الرسل إصحاح 5 حكينا في قصة حنانيا وسفيرة اللي باعوا الأرض بتاعتهم وحبوا يتظاهروا ويبانوا إن هم ناس كويسة، وإحنا بعنا الأرض وزي ما الناس بتعمل وقدمنا كل تمنها للرسل عشان تتوزع على الشعب. بس للأسف هم كانوا بيكذبوا وما كانش مقدمين كل تمن الأرض، كانوا مختلسين أو مخبيين جزء من الفلوس دي، ومراته كانت على علم بكده. فلما راح حنانيا وقدم للرسل الثمن بتاع الارض فسالوه هو ده الثمن اللي بعت بيه الارض؟ قال له ايوه. فقال له انت ليه بتجرب روح الرب؟ فوجع في الحال ومات. وكان السبب في موته مش ان هو قدم ثمن قليل، لا، ان هو كذب او حب يجرب روح ربنا، فمات. والشباب خدوه وراحوا دفنوه. قبل ما الشباب توصل للمكان اللي فيه الرسل كانت جت سفيرة بعديه ب3 ساعات ونفس الفكره. فقعدوا يسالوها هو ده الثمن اللي باعوا بيه جوزك الارض؟ قالت له ايوه. قال لها هو انتوا الاثنين متفقين على اتفقتم على تجربه روح الرب؟ انتوا الاثنين متفقين انكم تكذبوا وتجربوا روح ربنا؟ فراحت فقال لها ايه؟ هوذا ارجل الذين دفنوا زوجك على الباب. هي ما كانتش تعرف اللي حصل لزوجها، فوجعت هي كمان في الحال وراحوا خدوها، ماتت وخدوها الشباب وراحوا دفنوها. تعالوا نشوف ايه الاحداث اللي حصلت بعد كده في اصحاح 5 من اعمال الرسل. بعديها بدأت الناس تجلد، بدأت الناس تخاف، وبدأ روح ربنا يدي قوة وسند غير عادي للآباء الرسل. فكانت تجرى آيات وعجائب كتيرة جدا على إيد الآباء الرسل، في مقدمتهم مريم معلمنا بطرس ومريم معلمنا يوحنا والقديس يعقوب كلهم. وهتبدأ بقى الكنيسة تبدأ تاخد عصر المجد الكنسي. ربنا قال لهم كده: وآيات أخرى تتبع المؤمنين. وإنجيل مريم معلمنا مرقس 16 على الأعداد الأخيرة، 17 الأعداد الأخيرة من الأصحاح الأخير من إنجيل مريم معلمنا مرقس يقول لنا إيه؟ من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن أو يدان يعني. وهذه الآيات تتبع المؤمنين. إيه هي بقى الآيات اللي تتبع المؤمنين؟ يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، ودي تمت بالنص في سفر الأعمال أصحاح 2. يحملون حيات، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. هذه الآيات تتبع يخرجون الشياطين، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. إذا الكلام اللي وعد به ربنا يسوع المسيح الآباء الرسل وقال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. ظهرت هذه القوة من الأعالي، نزل الروح القدس علمهم وعطاهم وبدأ يذكركم بكل ما قلته لكم، فبدأ يتذكروا ويعملوا. وبدأت الآيات تتبع الآباء الرسل. مش بس كده، ما هي شروط حدوث المعجزة في حياتك؟ مش أي حد بيحصل معه معجزة. تسأل نفسك، كتير جدا منا بيطلب أن تحصل معجزة. عشان تحصل معجزة هناك شروط لعمل المعجزة. رقم 1: تنقية الداخل. 2: حينما يعجز الطرق الطبيعية خلاص ما فيش حل، لكن هناك حل طبي، المعجزة مش هتحصل لأن هناك في تقدم طبي يقدر يعمل ده. رقم 3: يبقى الإيمان الشخصي. نمرة 2: العجز العلمي والعجز المجتمعي إن يقدر يقدم لك حاجة. 3: إيمانك الداخلي. أنا أؤمن إن الله يجري المعجزة، هتحصل معجزة. عشان كده تستغرب لما إنجيل مريم معلمنا يوحنا يحكي لنا عن ربنا يسوع المسيح لما يروح للرجل اللي عنده 38 سنة يقول له: أتريد أن تبرأ؟ طب وده سؤال، ده سؤال يا رب بتسأله؟ أتريد؟ الرغبة الداخلية لحدوث المعجزة هو إنك أنت بنفسك إيمانك قوي وإنك محتاج ده. الأهم في ده كله هي الشرط الرابع، أنك تؤمن أن المسيح وباسم المسيح تعمل ده. عشان كده هنا يقول: وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، بس كلها باسم مين؟ حتى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا يعطى لكم. لازم تكون معجزة في اسم يسوع المسيح. عشان كده مريم معلمنا بطرس الرسول في الأصحاح الثالث في سفر الأعمال يقول له إيه؟ وشخص إليه عشان ياخد
بركة. قال له ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي إياك أعطيه باسم يسوع المسيح الناصري. عشان كده الاسم الغالي هو لا توجد معجزة إلا باسم الرب يسوع. عشان كده تدسو له كل ركبة ما في السماء ومع الأرض وما تحت الأرض. هو الاسم الغالي هو يبقى شروط حدوث المعجزة: واحد، انك انت تكون من الداخل نقي من الداخل. اثنين، يعجز العلم ويعجز ان يقدم المجتمع اللي حواليك اي حاجة ليك. ثلاثة، انك تكون مؤمن بربنا ومصدق ان الله يتعامل. والاهم من ده كله انها شرط اساسي ان تكون باسم الرب يسوع. والشرط الاساسي خامس سبب في حدوث المعجزه: ربنا عايز يعمل المعجزه ليه؟ مش عشانك بالمناسبه ولا عشاني. ربنا بيعمل معجزه علشان الاخرين، عشان انت تاخد بركه وتسبب بركه لمن يتعامل معك. لكن اذا كانت البركه شخصيه فهذه معجزه شخصيه، لكن الله بيتمجد من خلال عمله ومن خلال اسمه ومن خلال معجزاته ومن خلال الرسل. عشان كده وبالمناسبة حتة حلوة جدا قبل ما انساها، يقول: وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. الهيكل عبارة عن هيكل من الداخل ومن بره زي اللي هو ايه؟ ساحة كده من بره اسمها رواق سليمان. رواق سليمان دول ما دخلوش الهيكل. ده المعجزة ممكن تحصل في أي مكان، مش لازم أنت تكون جوا الكنيسة. مش لازم أولاد الكنيسة اللي قطعوا حصر الكنيسة والديسكات بتاعت الكنيسة وعملوا وسووا قدام الناس. ده ممكن الناس المرفوضة اللي حاسة نفسها بره. عشان كده كانوا بيقسموا كنيستنا إلى 3 خوارس: خورس والتاني. خورس المؤمنين، ثم الباكين، ثم التائبين اللي هم من ورا، اللي هو حاسس ان هو انا ما استاهلش. ربنا بيخرج للناس اللي بره في الازقه والشوارع، بيدور على كل انسان تايه، ومش لازم تكون جوه الكنيسه من جوه عشان الله يدور عليك. الله بيدور على في الشوارع. عشان كده انت كخادم اطلع وبص للناس اللي بره. الخدمه والخادم الذي لا يولد ناس خدام فلا توجد في خدمته ثمر. عشان كده رب الحصاد يسأل الثمار عن خدمتي: ماذا ربحت وكيف اتجرت بوزنتي. ترنيمة جميلة كنا بنقولها زمان. عشان كده في الرواق الخارجي، في المكان اللي هو كانوا بيقدموا بيه الذبائح بالمناسبة، كان لما أي حد يجيب ذبيحة يقعدوا يجربوا فيها ويشوفوها حلوة ولا وحشة، تنفع ولا تنفعش. ده مكان، وكان فيه انتوا عارفين بقى بهايم وحاجات زي كده، ممكن تعمل ايه. ومع ذلك في الأماكن دي الله يتعامل خارج الكنيسة. الله يخرج للناس اللي بره اللي حاسه ان هي ما تستاهلش وتدخل جوه. واما الاخرون فلم يكن احد منهم يشعر ان يلتصق بهم بالاباء الرسل. هم كانوا خايفين ان هم يلتصقوا بالاباء الرسل، خايفين من رؤساء الكهنه والسنهدريم. مجلس السنهدريم هو مجلس تشريعي كان بيضم 72 شخص. في حاجه اسمها السنهدريم الاكبر والسنهدريم الاصغر. السنهدريم الاصغر اللي هو الحد الادنى، وده اللي اتحكم فيه السيد المسيح والذي كان لا يجب ان يحكم فيه. السنهدريم الاصغر كان يضم 26 عضو فما فوق، يعني المهم مش ال 72 عضو. والسنهدريم كانوا خايفين من ان الناس دي واصله. وانتوا لو هتقدر ترجعوا للاناجيل في اثناء محاكمه الرب بالجسد، يقولوا اخذوه الى حنان اولا لانه كان حمى قيافه الذي كان رئيسا للكهنه في تلك السنه. طب هو انا اروح لحماه ليه؟ انا اروح يعني المفروض انه هو صاحب السلطه الفعليه لانه فعلا رئيس الكهنه، لكن انا راح لحماه ليه؟ لان الناس دي كانوا ضلعه ثقيله وكانوا قوه سياسيه وكانوا يقدروا يساعدوا الرومان